فريق اولمبيك اسفي البارح كانت عنده ماتش ديال الذهاب مع اتحاد العاصمة. شوف هذا الجريدة الجزائرية اش كتقول. قال لك فريق اولمبيك اسفي مندهشون من جمال بلاد الخير الجزائر والبنية التحتية والأسعار الرخيصة لكل المنتجات المتعددة الجزائرية الصنع أثناء تواجدها بها من أجل اللعب أمام اتحاد العاصمة الجزائري. وفي ظل هذا التواجد أعربوا عن سعادتهم الكبيرة بهذه الزيارة واستغلوا فرصة شراء أجود التمور في العالم، تمور دقلة نور الجزائرية الباهظة الثمن في بلادهم. ما كيفلتو حتى شي فرصة باش يتباهوا بأي حاجة، وما لقاو مساكن باش يتباهوا إلا بداك التمر ديالهم اللي هو عبارة عن زراعة، يعني ما فيه حتى شي حاجة ديال الذكاء ولا شي حاجة ديال الاختراع ولا شي حاجة ديال الابتكار. الجزائر من المنظور النفسي تعاني من النرجسية الجماعية، وهي اعتقاد جماعة أو دولة بأنها فريدة وعظيمة بشكل استثنائي، لكنها في الوقت نفسه تشعر بأن الآخرين لا يعترفون بعظمتها كما يجب، فتصبح حساسة جدا تجاه النقد وتفسير أي خلاف أو انتقاد بأنه هجوم أو مؤامرة، تماما ما يقع الجزائريون الدولة الجزائرية. ومن منظور نفسي اجتماعي أعمق، الجزائر تعاني كذلك من عقلية الحصار، وهي حالة نفسية جماعية تشعر فيها الدولة أو المجتمع بأنه محاط دائما بأعداء متربصين. هذا الإحساس يخلي الخطاب العام قائم على الشك وتفسير الإخفاقات الداخلية على أنها نتيجة مؤامرة خارجية، بدل مواجهتها كنقائص ذاتية. كما يظهر التباهي المرضي مع الماضي، يتم تضخيم أحداث تاريخية معينة، الشهداء وما جاورهما، خصوصا بطولات التحرر، وتحويلها إلى مصدر الشرعي الوحيد، إلى درجة أن أي نقد للحاضر يعتبر خيانة للتاريخ وليس محاولة للإصلاح. وهناك أيضا إسقاط نفسي جماعي، ما يرفض الاعتراف به داخليا، فشل، ركود، تناقضات، يتم إسقاطه على الخارج، خصوصا على الجيران كما وقع لنا نحن مع المغرب مع مومو، فيتحول الآخر إلى سبب كل مشاكل. تماما داكشي اللي أي حاجة وقعت في الجزائر كيلصقوها في المغرب، سبب كل مشاكل. ما يريح النفس مؤقتا لكن يعطل التطور على المدى البعيد. الخلاصة: النرجسية الجماعية النرجسية الجماعية زائد عقلية الحصار، التعلق المرضي بالماضي، خطاب دفاعي دائم حساس وعدائي، يخاف النقد أكثر مما يخاف التخلف. الله هو الشافي. يلا حتى لهنا نكونوا سالينا هذا الفيديو هذا، وكنتمنى يكون عجبكم.